مباراة الموسم وشوط أول بدون أدنى شك، لأنه شفنا المباريات الكل اللي لعبهم الترجي الرياضي التونسي مع الأهلي، معناها ما كانتش مباراة الذهاب هي الفاصلة، بالعكس معناها حتى لو تقعد لاخر دقيقة. مباراة غدوة مهمة، نتيجة غدوة مهمة بدون أدنى شك، لكن مباراة العودة أيضا عندها قيمة كبيرة. هذا ما يمنعش أنه غدوة يلزمنا نعملوا نتيجة إيجابية اللي تخلينا نلعبوا برشا أريحية في مباراة العودة، ولو نقول لك أنه ما ثم حتى نتيجة ممكن تخليك تلعب بأريحية كبيرة في مباراة العودة، لأنه مباراة الترجي والأهلي المصري ما يكونوش فيهم فرص كثيرة، فرص قليلة برشا، والفريق اللي باش يستغل الفرص القليلة هذه هو اللي باش يتعدى ويفوز، وإن شاء الله الترجي. ثقتنا ديما موجودة عندنا في اللاعبين، لازم تكون عندهم ثقة في أنفسهم. وريتهم معناها وقاعد نوري فيهم توسكي بوزيتيف في الماتشات الاخيره، بيان سور زاد في الاشياء السلبيه، لكن الايجابيات كانت اكثر من السلبيات. حتى الاهداف جات على اثر اخطاء فرديه اللي نجموا احنا معناها نتفاداوهم، لكن فما برشا ايجابيات، فما برشا معناها روح، فما برشا عطاء، فما برشا انضباط تكتيكي من اللاعبين رغم الغيابات اللي قلت انا، ورغم انه بعض اللاعبين معناها دخلوا جدد في التشكيله الاساسيه نتاع الترجي الرياضي التونسي. ركزنا معناها من الناحيه باش تحضر معنويا اللاعبين مباراة كيما هكا مش برشا، لانه اللاعبين بطبيعتهم حاسين بالمسؤوليه ويعرفوا اهميه المباراه هذه بالنسبه لهم هما، بالنسبه للببليك، بالنسبه للاداره نتاع الترجي الرياضي التونسي، والكلهم صراحه الكلهم سونز اكسبسيون حسيتهم انهم ان شاء الله باذن الله باش يعملوا مباراه كبيره. فيزيكمون بري، انا راهو ما تتيري المباريات ما يقلقنيش، لانه عملنا تحضيرات بدايه موسم متميزه جدا. اللي قلقني معناها اللي قلقنا برشا احنا توقيت المباريات في رمضان، وكميه المباريات اللي لعبناها في شهر رمضان، ماضي ساعه ونص 6 مباريات في شهر رمضان، هذيك اللي قلقتنا برشا. مع كي تضيف لهم الاصابات اللي جات، كان تتذكروا معناها انا حكيت على الاصابات واحنا ما زلنا في اول رمضان، قلت راهو بعد رمضان باش تصير لنا برشا اصابات، وهذه سي لي كونسيك معناها هذه لي كونسيكونس ما حكيتهاش النتائج، بارك الله فيك، نتائج الارهاق اللي صار معناها في مباريات رمضان. بالنسبه للسؤال الاولاني، رياضيا اون با سو بلاندر، خاطر شفتوا لي دو ديرني ماتش اللي احنا معناها انهزمنا فيهم، كنا افضل من المنافسين نتاعنا برشا برشا برشا. لما تشوف معناها نص ساعه ربع ساعه الاخرانيه ولا لي 20 ديرنيير مينوت تاع البريمير ميتون والدوزيام ميتون الكل، معناها اهدرنا 3-4 اهداف كانت سهله. معناها النادي الافريقي كان يحب يوفى المباراه بالتعادل، ظاهره حتى من خلال التعامل اللاعبين مع المباراه. ما الكره كي ما تحبش، انا فرحان برشا متغشش برشا على النتيجه، خاطر معناها ان ديربي وما نحبوش نخسروا ديربي، لكن البريستاسيون اللي عملوها اللاعبين سورتو خاصه في الشوط الثاني، والكره اللي تلعبت في الشوط الثاني، اذا كان نعاودوا نلعبوا بنفس المستوى هذاك غدوه نتيجتنا تكون بايجابيه، خاطر الكره ما تنجمش تعطيك بظهرك ديما. شخصيه الترجي الرياضي التونسي هو اللي عنده تحدي الترجي الرياضي التونسي، لانه انا معناها ممبر، معناها عضو من المجموعه اللي متواجده واللي تحاول باش تنجح الترجي الرياضي التونسي. معناها اذا كان فاز الترجي راهو مش نبيل معلول، واذا كان هزم الترجي الرياضي التونسي هو نبيل معلول، صاب بدون ادنى شك. لكن اذا كان فزنا هو خدمه نتيجه معناها شغل كبير قاعد تقوم به الاداره، قاعد يقوم به الاطار الفني، الاطار الطبي، الجماهير نتاعنا اللي باش نفتقدوها برشا 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 غدوه، لانه تعرفوا الدزان الجماهير نتاعنا اللي هي مهمه جدا بالنسبه لنا احنا. لكن رغم ذلك كانوا متواجدين البارح، رغم ان ترانينا هنا ويكلو، لكن الجماهير نتاعنا كانت تغني لبرا واحنا نترناو وكنا نسمعوا فيهم، واللاعبين كانوا يسمعوا فيهم. اليوم جاونا اللوتيل مساندتنا، يعني ورانا وين كنا وين مشينا. هذا بدون ادنى شك معناها انه مش تحدي بالنسبه لي انا شخصي، لا ما نجمش يكون تحدي بالنسبه لي انا شخصي، تحدي بالنسبه للترجي الرياضي التونسي، لانه تعودت الجماهير نتاعها انه تكون موجوده في الواحد.